الصحم والطليعة بقت مباراتين فقط. الطليعة راح يلعب مع نادي عمان الأسبوع القادم، ثم يلعب مع نادي صلالة على هذا الملعب، بينما الصحم راح يلعب مباراتين أيضا مع العروبة على ملعب الشباب، وأيضا مع نادي عمان بملعب السويق. بسم الله وبحمده بدأ اللقاء. الطليعة الآن عبد الرحمن صالح عن طريق اللاعب عزيز فايل. عزيز محمد مطر مدافع نادي الصحم. الفريقين عارفين بعضهم بعض، والفريقين عارفين بأن أي خسارة تعني الكثير، وهم الآن في معمعة 22 نقطة مخيفة جدا في ظل آخر جولتين بالنسبة للفريقين، على اعتبارهم لعبوا أيضا 19 مباراة، وهذه رقم 20 بالنسبة لكل فريق. هذا أيضا لاعب الصغير خميس العلوي. اليوم الطليعة يفتقد إلى 5 نجوم: عمر عامر، عبد الخالق فايل، سعيد الحار، والشقيق عبد الله الحار، وأسامة حديد كإيقاف. بالنسبة لأمير داود كمصاب، بس 5 6 لعيبة مهمين في هذه المباراة، بينما رجع أبو هامة وأيضا سعيد النجاتي اللي موجود على الدكة، وأيضا اللاعب عزيز فايل. بينما صحم اليوم ما موجود معاه أيضا مصاب وليد الخالدي ويعقوب عبد الكريم ومحمد إسماعيل، بينما حمد الشيادي هو طبعا كلاعب موقوف عنده 3 كروت. رمي تماس الآن لمصلحة فريق الطليعة عن طريق سيسي. اللاعب سيسي لاعب خطير جدا، هو من أحرز الهدف على العروبة في الجولة الماضية. الصحم استطاع الفوز على النصر 2-0 الجولة الماضية، وأيضا بالنسبة للطليعة على نادي العروبة بهدف سيسي. الآن في ركلة حرة مباشرة لمصلحة الطليعة عن طريق اللاعب عزيز فايل. عزيز على طول هذه الكرة يحصلها، والكرة إلى ركلة مرمى عن طريق هذا اللاعب اللي واضح على الشاشة، هو اللاعب يوسف البرامي، اللي كرة كانت كانت خطرة، كرة كانت خطرة وحطها بطريقة جميلة جدا اللاعب أحمد عيد. الجولة 20، ختام الجولة 20. نعم، في المباريات الخمس اللي شاهدناها فاز العروبة على ظفار على هذا الملعب 2-0، فاز السويق على أهل سداب 3-0 في ملعب أهل سداب، النهضة على مسقط في أيضا في البريمي 3-0، والشباب على صلالة 3-1، ونادي عمان فاز على النصر 2-1. وهذا هو اللقاء السادس من خلال تكملة الجولة 20 أو ختام الجولة 20. تلعب لأبو هامة إلى رمي تماس في رابطة جاءت من أيضا توازر نادي الطليعة. جماهير الطليعة موجودة مع فريقها، أيضا جماهير صحم، أيضا بعض الجماهير اللي أتت من منطقة الباطنة تحديدا من ولاية صحم لمؤازرة فريقها في هذه المباراة الصعبة. شوف شغالين رابطة الطليعة. طبعا آخر جولتين طليعة راح يلعب مع نادي عمان هناك في مسقط الأسبوع القادم، بينما يلعب أيضا المباراة الثانية الأخيرة نادي الطليعة على هذا الملعب مع نادي صلالة، بينما نادي الصحم راح يلعب مباراته القادمة مع العروبة في ملعب الشباب، ثم مع نادي عمان في ملعب السويق. يعني 2 مباراتين راح يلعبهم أيضا في الباطنة، وبالتالي أيضا قد تكون بالنسبة لي كرفع معنويات مع جماهير. هذا عبد الرحمن صالح. 0-0 نلعب على دقيقة 4 من زمن الشوط الأول، وحتى الآن التعادل سلبي بدون أهداف. مباراة ما راح تنتهي بالتعادل السلبي، مباراة فيها أهداف على اعتبار مباراة مفتوحة. جمعة خدوم المدرب اللي حصل على العلامة الكاملة 4 مباريات فوز بعد توليه الحقيقة مهام الفريق، فاز في 4 مباريات الماضية علامة كاملة 12 نقطة من 4 مباريات. بعد إقالة الإدريس المرابط جاء هذا المدرب الوطني جمعة خدوم، من المدربين اللي يقرأ المباراة، من المدربين، واحد من المدربين الجيدين اللي قاد الصحم إلى 12 نقطة، والآن عنده 22 نقطة، يعني 12 نقطة من 4 مباريات. أيضا سالم يوسف مدرب أيضا جيد،
استطاع أن يقدم مستوى كبير من خلال الجولات اللي لعبها أيضا مع فريقه بعد توليه أيضا بعد مهام زميله اللي قدم استقالته لظروف ما، وهو أحمد العلوي. رمي تماس الآن للطليعة، عبد العزيز فايد لإبراهيمة، إبراهيمة على طول للاعب الشلهوب إبراهيم على طول لسيسي ليعقوب ربيع أبو هام اللي تواجد اليوم في هذه المباراة. المباراة الماضية ما تواجد مع العروبة مباراة القمة مباراة الديربي على اعتبار أنه كان موقوف عنده 3 كروت. كرة في وسط الملعب الآن لمصلحة الطليعة عن طريق اللاعب يعقوب ربيع أبو هامة للكحالي خليل. هذا اللاعب اللي واضح على الشاشة هو اللاعب أسعد المرزوقي، هذا أسعد، وهذا سمير البريكي أيضا اللي شفناه رقم 11. مباراة ما هي سهلة أبدا للفريقين، مباراة مهمة، 22 نقطة في موقع خطر جدا. كل الفرق من الخامس إلى الأخير تعاني من شبح الهبوط، لكن نادي عمان استطاع أن يفوز أيضا في مباراته على النصر 2-1، وبالتالي أيضا استطاع أن يرفع رصيده إلى 26 نقطة. قد يكون أيضا في موقع لا بأس به، ما نقول في منطقة الدفء، لكن عنده أيضا مباراة قادمة مع الطليعة وقد تكون صعبة أيضا على ملعبه هناك في محافظة مسقط في الخوير. هذه الكرة الآن عن طريق اللاعب أحمد عيد، تروح سهلة، مازن العلوي، رمي تماس الآن لمصلحة الصحم، يوسف البرامي لحارس الفريق حارب الحبسي، شقيق اللاعب الدولي حارس منتخبنا الوطني علي الحبسي، والشقيق أيضا الزميل عبد العزيز الحبسي المحلل في البرنامج الثاني، وأيضا أحمد الحبسي اللي في اتحاد الكرة، وبالتالي كلهم أشقة من أسرة رياضية. وأيضا أحمد الحبسي اليوم هو مراقب هذه المباراة، مباراة صحم والطليعة في خط الآن لمصلحة نادي صحم. يدير هذه المباراة حكم من الحكام المتميزين، حكم شاب، واستطاعته أن يقود هذه المباراة بنجاح، وهو الحكم الشاب أحمد الكاف. محمد المسلمي لمحمد مطر، نادي صحم، مباراة حتى قد تكون هي يصطبغ حتى الآن بين الفريقين، وفي خطأ في خطأ. هذا هو اللاعب رقم 22 اللاعب أسعد المرزوقي، في خطأ في مكان خطر جدا. لعيبة صحم يعني قدموا مباريات كبيرة، خاصة آخر 4 مباريات عن طريق اللاعب وعن طريق المدرب الوطني جمعة خدوم. اليوم مدربين وطنيين، سالم يوسف مدرب الطليعة، وجمعة خدوم مدرب نادي الصحم، وهذا أحمد الكاف. في خطأ وفي ركلة حرة مباشرة، وهذا هو سهيل الثويني حارس نادي الطليعة بيكلم لعيبته لتغطية الحائط البشري. مباراة ما هي سهلة أبدا للفريقين، وأي هدف يأتي قد يكون أيضا بمثابة المباراة اللي راح تكون باشتعال كلي، على اعتبار حتى الآن في جس نبض، في تحفظ الآن. ركلة حرة مباشرة في مكان خطر جدا لمصلحة صحم على الطليعة. هذه كرة يحصلها على طول، اللعب بيشيلها على طول. يا سلام يا سلام على الكرة، عملية لب، عملية لافة، وهذه هي ما تخدع حراس المرمى. سهيل الثويني كان خطر. شوف هذا هو اللاعب، هذا هو اللاعب الخطير جدا محسن جوهر، ما لها الا محسن جوهر. الحقيقة كرة كانت خطرة، لاعب صغير، لاعب شاب، لاعب جيد الحقيقة، احد اللاعبين البارزين ايضا في صفوف نادي صحم، وهو محسن جوهر اللاعب الخطر المهاجم في نادي صحم. كرة سهيل الثويني تألق في الكرة الماضية، هذه كرة الآن لمصلحة نادي صحم. صحم خطير، صحم خطير في خاصة في 4 جولات الأخيرة. هذه التسديدة، والتسديدة إلى ركلة مرمى. نلعب على دقيقة 10 والتعادل حتى الآن 0-0. هذا هو اللاعب محسن جوهر. هذه الكرة أيضا كانت من اللاعب سمير البريكي، لعبها بطريقة جميلة للاعب اللي واضح على الشاشة، وهو اللاعب فادي علي اللاعب المحترف الفلسطيني في صفوف نادي الصحم. كرة في وسط الملعب لمصلحة الطليعة،
او لصحم. هذه صحم الكره الان، صحم الكره معاه، هذه يمكن يعرض الكره خطيره جدا، لكن ايضا اللاعب مازن العلوي. الطليعه في هذه المباراه مثل ما قلنا عنده 22 نقطه، مباراه القادمه مع نادي عمان، والصحم ايضا عنده 22 نقطه، مباراه القادمه امام العروبه في الاسبوع 21. سعيد الرزق الشلهوب هداف نادي الطليعه، هذه كره تصطد في اللاعب سمير البريكي، لكن تروح سهله، كره في وسط الملعب الان، في توقل وفي خطا لمصلحه صحم، وفي انذار على احمد عيد. انذار احمد عيد يحصل على انذار، اول انذار في مباراه مثل ما قلت. هذا هو احمد عيد قائد الفريق في المباراه الماضيه امام العروبه، واليوم ابو هامه هو قائد الفريق على اعتباره اقدم اللعيبه ايضا الطلعويين في الوقت الحالي. هذه كره بينيه في مكان ايضا جميل جدا للاعب الشاب اللي موجود ايضا هو اللاعب محمد القساني. مباريات مثل ما قلنا مهمه. الان العروبه يتصدر قائمه دورينا عنده 38 نقطه، صحم السويق عنده 34، النهضه عنده 31، ظفار عنده 30 نقطه. مباريات الجوله ال20 حدثت فيها يعني ايضا امور، ايضا حتى المراكز استبدلت من نادي لاخر. شوف هذا هو عزيز فايل، وفي خطا لمصلحه الطليعه. سيسي كرة في وسط الملعب الان، فيليب البرازيلي المحترف الطلعاوي اللي لاعب خميس العلوي، خميس لبوهامه، تنقطع حصلها على طول محسن جوهر، محسن لرافائيل اللاعب المحترف البرازيلي في صفوف نادي صحم. برازيليين اثنين موجودين اليوم، لكن البرازيلي مع الطليعه، وهذا هو البرازيلي مع نادي الصحم وهو رافائيل. يوسف البرامي، هذه كرة سهلة ويحصلها على طول، تروح لأحمد عيد إلى سهيل ثويني حارس الطليعة. سهيل بيكلم لعيبته. التعادل أعتقد أيضا غير مجدي أبدا للفريقين، 23 نقطة في حالة التعادل غير مجدي أبدا. الفوز هو من يريح أعصاب كل فريق، 25 نقطة. طبعا مثل ما قلنا نادي الطليعة راح يلعب مباراتين، آخر مباراتين مع نادي عمان في الخوير في الأسبوع 21، وفي الجولة الأخيرة مع نادي صلالة على هذا الملعب. هذه كرة الآن الرأسية من اللاعب محمد مسلمي على طول لسمير البريكي على طول، اللاعب اللي واضح على الشاشة هذا هو اللاعب كرة حصلها، ولكن سهيل الثويني ايضا بيتابع الكرة ويحضن على الكرة الماضية، كانت خطيرة جدا. شوف هذه الكرة، محسن، هذا محسن جوهر، كرة بينية جميلة جدا، لكن ايضا المتابعة ما كانت هي المتابعة، وبالتالي ايضا حضن على سهيل الثويني حارس نادي الطليعة. الهدوء الذي يسبق العاصفة في هذا اللقاء، حتى الآن في هدوء، في تحضير، ما شاهدنا ولا كرة خطرة على المرميين الآن، على الطليعة ولا على صحم، وبالتالي كل فريق حتى الآن جمعة خدوم. نشوف جمعة خدوم وهو المدرب الوطني اللي قاد فريق الصحم إلى العلامة الكاملة، 4 مباريات، من 4 مباريات فوز حتى الآن، من 10 نقاط إلى 22 نقطة. سالم يوسف أيضا 22 نقطة الآن من خلال هذه المباراة أيضا الصعبة، ومباراة مهمة للفريقين اللي صحم وللطليعة. هذه كرة في وسط الملعب عن طريق اللاعب محسن جوهر، يعقوب ربيع أبو هامة لخميس العلوي على طول، الطليعة الآن سيسي لأبو هامة، الطليعة الكرة معاه، هذه خطرة لمصلحة إبراهيم، يا سلام على الكرة الماضية، يحصلها على طول أبو هامة يعرض كرة ما في أي متابع، حصلها فيليب البرازيلي محترف الطليعة، فيليب الكرة معاه، فيليب عبد العزيز فايل
احمد عيد، احمد عيد بينيه جميله جدا للسيسي. سيسي هذه كره ابو هامه، الكره لابو هامه ما فيها شيء، ظل لعيبه صحن بان فيها تسلل ما فيها شيء، بالتالي يشيلها على طول محمد. اللي واضح على الشاشه هو اللاعب فادي علي المحترف الفلسطيني في صفوف نادي الصحم. شوف الكره الماضيه، شوف الكره الماضيه، لعيبه صحم يقولوا فيها تسلل، ورافع الرايه ايضا اللي هو المساعد الثاني او المساعد الاول خالد هنا يقول ما فيها شيء، تلعب عموما. حصلها محسن جوهر، احمد عيد يتركل عبد الرحمن صالح الى رمي تماس لمصلحه الطليعه. اقوى هجوم حتى الان في الدوري العروبه، هجوم العروبه سجل 31 هدف، دخل مرمى 13 هدف، بينما اقوى دفاع العروبه دخل مرمى حتى الان 13 هدف فقط، واضعف دفاع فريقي الشباب والنصر دخل مرماهم 27 هدف، بينما اكثر تعادلات نادي عمان ومسقط تعادل 8 مرات. وهذه كره يحصلها جول! ابراهيم لا هذه كره، هذه فيها تعاون، هذه فيها تفاهم في البيت، متفاهمين عليها في البيت في الدقيقة 15. ابراهيمو يحرز الهدف الاول، هذا سالم يوسف يتنافس الصعداء. نشوف استاذ طارق هذه الكرة، نشوف الهدف من اين اتى ومن اين وزع. شوف الكرة الماضية، لا يا سيسي الى ابراهيمو، لا فيها تفاهم، هذه فيها تفاهم، هذا فيها تفاهم من سيسي. شوف سيسي، لا انت هديتني اليوم انا اهديك، انت هديتني الاسبوع الماضي وفي الجوله الماضيه مع العروبه، اليوم علي انا ارد الهديه بالهديه. نعم الهديه تاتي اليوم من سيسي لابراهيم، وابراهيم يعانق شباك الطليعه على صحن بهدف. هذه كره، مباراه راح تحلو الان مثل ما قلت، مثل ما توقعت. المباراه فيها اهداف، المباراه فيها اهداف. ابراهيمو يسجل الهدف في الدقيقه 15، الطليعه يتقدم بهدف. شوف سيسي، شوف الكرة البينية لإبراهيم اللي عانق فيها ويسدد على يمين حارب الحبسي محرز الهدف الأول. لا يا جماعة، محترفين الطليعة مش ممكن، محترفين الطليعة مش ممكن. يعني تحصل برازيلي، تحصل سنغالي، تحصل غيني، لكن هم متفاهمين عليها، يعني ساكنين في اللؤلؤة، وبالتالي حتى هم موجودين مع بعضهم البعض، حتى في اي مكان يروحون الثلاثي مع بعض، وبالتالي التفاهم موجود في ارضيه الملعب، موجود حتى في كل مكان. هذا هو هذا التفاهم، هذا هو التفاهم. تحصل لك محترفين صغار في السن لكن يعطوك اداء ممتع. في المباراه الماضيه قدموا مباراه كبيره، اليوم يقدم ايضا مباراه كبيره من سيسي لابراهيم، محرز فيها الهدف الاول للطليعه. هذا الهدف راح يعطي المباراه اكثر، راح تشتعل المباراه، راح تولع المباراه. حتى الان هدف الطليعه يتقدم بهدف ابراهيم في الدقيقه 15. صحم ما راح يسكت على هذا اللقاء، صحم ولا جمعه ختوم. يا ريت يا استاذ طارق نشوف جمعه ختوم شوي، لان فعلا هو ما تخيل ايضا ياتي هدف في مباغت مثل ما قلت انا، يعني الهدوء الذي يسبق العاصفه للفريقين، وبالتالي هو هذا من سبق العاصفه. لان سيسي ابراهيم لعيبه الطليعه ما يقشمرون يا جماعه، يعني كرات في خط السته يحطونه لان ايضا في تفاهم. عندهم الرزيقي، عندهم ايضا ابو هامه، عندهم الشلهوب خطير جدا. هذه كره الان اللي فيلم، كره في وسط الملعب، حصلها على طول ابراهيم صاحب الاداء، ابراهيم المحترف الغيني في صفوف الطليعه. ليه فيلم؟ شوف التفاهم، فريق جالس يقدم، فريق جالس يحضر صح، فريق جالس. شوف هذه الكرات الخطيره، هذه الكرات الخطيره بيشيلها على طول محمد مطر مدافع صحم، كانت خطيره جدا من احمد عيد الى ابراهيم، وبالتالي ايضا كان ممكن فيها خطر، يعني كره كانت خطيره لمصلحه الطليعه. لعيبه صغار، يعني شوف انت سالم يوسف اليوم لاعب مازن العلوي، لاعب صغير جدا، وايضا خميس العلوي، وعنده 6 لعيبه موقوفين، 5 لعيبه ايقاف عيال الحار، وايضا عندك اللاعب عبد الخالق فايل، عمر عامر، وايضا اللاعب اسامه حديد. مؤثرين
عندك امير داوود هداف لكن مصاب، امير مش موقوف. 6 ايضا الصحم عند يعقوب عبد الكريم، عند محمد اسماعيل، عنده ايضا اللاعب وليد الخالدي، وايضا حمد الشيادي عنده 3 كروت. وقف في هذه المباراه. كرة الان في وسط الملعب لمصلحة الصحم عن طريق اللاعب محمد مسلمي والى رمي تماس. هذا هو الشلهوب، هذا الشلهوب لاعب خطير، لاعب في الطليعة ثم أعير مع مسقط ثم العودة إلى نادي الطليعة. محمد أو محمد المسلمي يعني الكرة مع الحصلة على طول لجوهر، محسن جوهر لكن إلى رمي التماس. سالم يوسف يتنفس الصعداء. هذا محمد المسلمي أيضا لاعب جيد. محسن تصطد على طول في أحمد عيد، حصل ابو هامه الراسيه على طول من اللاعب فادي علي. هذه كره حصلها ولكن تصطد في القائم الايسر للطليعه لكن فيها خطا. هي فيها خطا من البدايه. حكم المباراه احمد الكاف اعلن عن خطا لمصلحه الصحم. مباراه مثل ما قلت. شوف هذه الكره، هذه الكره الخطيره اللي لعبها على طول اللاعب محمد القساني، اصطدت في القائم لكن ايضا صفارة الحكم كانت هي السابقة وفي خطأ. في خطأ الآن لمصلحة الصحم. هذا وسيل ثواني يكلم لعيبته لتغطية الحائط البشري. 5 لعيبة، خميس العلوي والشلهوب ومازن وعبد الرحمن وسيسي. أحمد الكاف يكلم لعيبة الطليعة لعملية الحائط البشري. هذا محسن جوهر خطير في عملية اللوب، عملية اللف. والله هذه الكرات الخطيرة على حراس المرمى هي عملية اللف، وهذا محسن جوهر يعرف هذه الكرات يحطها ولكن تعتدي عارضة الطليعة. تعتدي عارضة الطليعة الكرة الماضية لهذا اللاعب الكبير، اللاعب المميز، صغير في السن لكن كبير في العطاء، محسن جوهر. أكثر تعادلات حتى الآن مثل ما قلت نادي عمان ومسقط تعادلوا 8 مرات، وأكثر خسائر هي أندية صحم وصلالة والإستاب والنصر، خسروا 9 مرات حتى الآن، 9 مباريات من خلال دورينا دوري عمان موبايل 2010-2011. بالأمس شاهدنا دوري البنك الأهلي المربع الذهبي، فوز صور على مجيس 2-0 وفوز المصنع على فنجة 1-0، وبالتالي الصور راح يلعب يوم الخميس على هذا الملعب امام نادي مجيس في مباراه كبيره جماهيريه راح يحتشد فيها الجماهير الصورويه على هذا الملعب وايضا جماهير مجيس. محمد القساني اللي شاهدناه قبل شوي، هذا عبد الرحمن صالح. مباراه ما هي سهله، نلعب على الدقيقه 24 من زمن الشوط الاول. الطليعه يتقدم بهدف وصحم يتاخر بهدف، ومباراه في الجوله 20 ختام الجوله 20. مباريات ما فيها حتى الآن يوم مرحميني أبدا، مباريات مهمة، مباريات هامة، مباريات يبيض يسود. الفوز هو من يعتلي، الخسارة هي من تبعد، التعادل مرفوض في الجولات القادمة. هذه هي الشعار الأندية حتى الآن من خلال الفرق اللي تعاني من شبح الهبوط. على طول يحصل الآن محمد مسلمي للقساني، القساني الكرة معاه، صحم جالس يحاول، والمحاولات قد تكون أيضا خطيرة جدا لفريق صحم اللي فريق ايضا لعيب صغار ولاعيبه ايضا يتميزون بالسرعه والنسعه الهجوميه. هذه كرة خطيرة حصلها، وكرة بالتالي على طول حصلها اللاعب عبد الرحمن صالح. كرة القساني خطيرة وعبد الرحمن صالح هو من ينقذ الموقف. الحقيقة كانت خطيرة على الطليعة كرة القساني، عملية لف وعملية تسديدة قوية داخل خط الستة اللي على الطليعة. ابراهيم لعبد العزيز فايل اللي ما شاهدناه في الجولة الماضية. شوف عبد القساني وشوف عبد الرحمن صالح واحمد عيد يخلصها. الكرة في وسط الملعب، سيسي لاحمد عيد، لاعب والده كان لاعب الله يذكره بالخير، عيد موسى لاعب ايضا كبير. هذه كرة حصلها على طول حارب الحفزي، حصلها على طول وفي خطأ لمصلحة الصحم. هذا خميس العلوي رقم 33 لاعب صغير
لكن اليوم 6 فرق الحقيقه ايضا اولاد الحار ما موجودين، لا سعيد ولا عبد الله، وبالتالي اليوم غطى بدالهم ايضا. وهناك ايضا عبد الخالق فايل ايضا طرد عنده في المباراه الماضيه. هذه الكره الان عن طريق محمد القساني، كره خطيره يحصلها. يا سلام عليك يا سهيل، سهيل الثويني من ينقذ الموقف. لعيبه صحم خطرين يا جماعه، لعيبه صحم خطرين، كره كانت خطيره. شوف القساني وشوف الاندفاع، شوف هذا هو محسن جوهر، محسن جوهر، ولكن سهيل كان صاحي للكره الماضيه. مباراة ما هي سهلة أبدا، مباراة صعبة، مباراة لا تقبل القسم على 2 أبدا، مهما جيت تقسمها ما تنقسم هذه المباراة أبدا. سيسي اللاعب المحترف السنغالي، لاعب نادي الطليعة وهداف نادي الطليعة، لبوهامة تروح على بوهامة. الرياء التي يتنفس بها لاعبو الطليعة، يعقوب ربيع بوهامة من اللعيبة الجيدين ومن اللعيبه اللي عنده نزعه هجوميه. هذا هو جمعه خدوم، والله اذا خسر اليوم راح يخسر الرهان. عنده 4 مباريات توصل المباريات الماضيه اللي تولى الفريق فيها. وهذا سالم العلوي لو فاز والله تكون له نوع من المعنويه الكامله والرفعه ايضا بالنسبه لمباراه القادمه امام نادي عمان في الخوير في محافظه مسقط. جمعه خدوم راح يلاقي العروبه على ملعب جمعة خدوم. مباراة القادمة راح يلعب مع العروبة في ملعب الشباب أو ملعب صحم، فهو يعني واحد على اعتبار أنه في الباطنة. هذا هو سعيد الرزيق الشلهوب. بالمناسبة على طار العروبة اليوم قادر الساعة 5 الفجر توقيت السلطنة، متوجه إلى أربيل في العراق لملاقاة أربيل يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء راح يأتي فجر على اعتبار أنه يوم الخميس ويوم الجمعة راح يقادر إلى صلالة لملاقاة نادي النصر في الجولة 21. نتمنى لكل الأندية اللي تمثلنا خارجيا التوفيق للعروبة ولصحم وللسويق ولظفار. هذه كرة العروبة يتصدر مجموعته عنده 4 نقاط، لكن بفارق الأهداف عن أربيل. الأربيل أيضا عنده 4 نقاط. تعادل العروبة مع الكرامة في سوريا، وتعادل وفاز على العهد في مصر. عموما شاهدنا قبل شوي جمهور الطليعة اللي آزر فريقه، والآن ركلة ركنية. محسن جوهر اللي راح يسدد الركلة الركنية. هذه كرة خطيرة جدا يشيلها على طول سهيل ثويني. يعقوب ربيع بوهامة حصلها الآن مرتدة لمصلحة الطليعة عن طريق اللاعب فيلم المحترف البرازيلي في صفوف الطليعة للشلهوب. شلهوب الآن لصحم، صحم عن طريق محسن، خطير محسن حطها. يا سلام على الكرة الماضية، كرة خطيرة جدا. شوف هذا اللاعب، لا والله اللاعب هذا اللي واضح على الشاشة هو اللاعب أسعد المرزوقي. شوف لما مر، شوف لما راوغ، شوف لما توقل، شوف لما كانت النزعة الهجومية مع هذا اللاعب أسعد المرزوقي، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. خطيرين صحم صغار لكن عندهم نزعة هجومية وعندهم لياقة بدنية عالية. نادي صحم من خلال حتى الآن هم خاسرين بهدف، لكن أيضا الفريق ميز. الطليعة متقدم بهدف لكن عنده نزعة على اعتبار يحرز هدف ثاني للاطمئنان، وبالتالي الفريقين عندهم حلول في هذه المباراة. صحيح يعقوب عبد الكريم ما موجود، صحيح محمد إسماعيل ما موجود، وأيضا اللاعب وليد الخالدي ما موجود، لكن بالتالي أيضا يفتقد ايضا صحم عنده لعيبه ايضا يقدمون مستوى. الطليعه 6 لعيبه. هذا هو السيسي. نلعب على دقيقه 30 من زمن الشوط الاول، والطليعه حتى الان يتقدم بهدف عن طريق ابراهيم في الدقيقه 15 من زمن الشوط الاول. هذه كره الشلهوب يسدد، وتسديدات الشلهوب خطيره، تسديدات الشلهوب خطيره. حصلها على طول عن طريق الخليل الكحالي لمحسن جوهر، محسن وفي خطأ لمصلحة نادي صحم. في انذار، شكله في انذار على من؟ عزيز فايل، على عزيز فايل تو عايد من الايقاف.
والله لعيبه الطليعه عندهم اكثر من 6 لعيبه عندهم انذارات، يعني كرتين كرتين كرتين. ومن المحتمل راح يتوقفوا في مباراه نادي عمان، لكن في لعيبه السته اللي موجودين الان اليوم اللي بلعبوا راح يكونوا موجودين، وبالتالي ايضا يعني لعيبه يتوقفوا ولعيبه يتواجدوا. وفي ايضا يعني مع احترامي لبعض الحكام يعطوك انذار في يعني ما في داعي له، يعني صحيح الجرأة موجوده، صحيح الامور موجوده مع الحكام وهذا هو المطلوب، لكن انا في اعتقادي ايضا نتمنى ان يكون الامور تكون موجوده ايضا مع حكامنا، والجرأة موجوده والتحكيم يكون موجوده. لكن ابدا اللعب. والله احمد الكاف طبعا هو حكم جيد صراحه، حكم من الحكام الجيدين واللي ايضا لهم بصمه صراحه، يعني حكم جيد. حصل على طول للغساني ليعقوب ربيع بوهامه، بوهامه للسيسي، فيليب يعني ايضا يعني لو نتكلم ايضا عن في بعض المعلومات ايضا عن الحكم الكبير والحكم الشاب الصغير، الشاب اللي يقدم مباراة كبيرة، وهو طبعا حكم مثل ما قلنا احمد الكاف، راح نتحدث عنه وفي بعض المعلومات عن هذا الحكم ان شاء الله. لو في اي فرصة سانحة راح اتحدث الحقيقة ببعض المعلومات عن هذا الحكم. هذه كرة احمد الكاف، السهيل ثويني، هذا طبعا محمد القساني، وهذا اللاعب اللي واضح على الشاشة ايضا لاعب فادي علي، وهو المحترف في الفلسطيني في مع نادي الصحم. السهيل ذويني، نلعب على دقيقة 33 من زمن الشوط الأول، والتعادل حتى الآن، هدف الطليعة حتى الآن لا شيء لصحم. التعادل مثل ما قلت ما ينفع أبدا لا صحم ولا الطليعة، لكن الطليعة الآن متقدم بهدف إبراهيم في دقيقة 15. فالكرة الآن مع فادي للبرازيلي رافائيل، لرافائيل هذه كرة الراسية على طول من اللاعب أسعد المرزوقي، راسية عبد الرحمن صالح لمحسن جوهر، جوهر يحصلها على طول، هذه كرة خطر وعزيز فايل من أيضا يسدد من مرمى، لأن أيضا كرة كانت خطيرة على الطليعة. هذه كرة الآن يحصلها محمد القساني، القساني الكرة مع خطير القساني في الكرات الماضية، والقساني أيضا عنده نزعة هجومية ولاعب مراوغ أيضا محمد القساني اللي واضح على الشاشة. لو تكلمنا عن أحمد الكاف يعني أيضا مثل ما قلنا هو حكم، هذا سهيل أحمد الكاف عمره 27 سنة، راح نتحدث في فرصة لأنه يستاهل فعلا، لأنه من الحكام اللي طور نفسه وقدم مستوى كبير في المباريات اللي أيضا يديرها. القساني هذه كرة بينية، والبينية على طول فيها تسلل على هذا اللاعب اللي واضح على الشاشة، اللاعب الصغير محمد المسلمي. شوف لاعب شاب صغير، لكن شوف البينية، شوف البينية، بينية جميلة لكن فيها تسلل على اللاعب محمد المسلمي. وهذا هو خميس العلوي، الظهير الشاب الصغير ايضا اللي يلعب في صفوف الطليعة، اللي لعب اليوم ايضا مكان عبد الخالق فايل اللي عنده طرد في المباراة الماضية مع العروبة. الطليعة يتقدم بهدف، حتى الآن صحم يتأخر بهدف. مباراة فيها 3 نقاط، التعادل مرفوض في هذا اللقاء والخسارة أيضا هي مرفوضة جدا. وهذه كرة يحصلها، ما في أي متابع من لعيبة الطليعة، يحصلها على طول خليل الكحالي لحارس مرمى أو لمحمد مطر.
محمد للغساني. الغساني ايضا في رمي تماس عن طريق المسلمي او عن طريق اللاعب اللي راح ينفذها خميس الرمي تماس خميس العلوي. عبد الرحمن صالح لخميس العلوي، وهذا هو اللاعب رقم 6 اللي واضح على الشاشه. محمد الغساني خطير في المراوغات، خطير في النزعه الهجوميه لان عنده نزعه ولعيب سديد عرضيات، وبالتالي ايضا حتى لعيبه الطليعه بدأوا يتناوبوا عليه الان لان الخطر ياتي من هذا اللاعب هو محمد الغساني. محسن جوهر هذا هو الحكم الرابع. عبد الله الراشدي واحد من الحكام الجيدين ايضا كحكم رابع في هذه المباراه، وايضا كاحد الحكام وسط ايضا يقودون من دورينا. بوهامه بالخطا من بوهامه على طول فادي علي، فادي علي محسن والتسديده على طول يحصلها سهيل الثويني، كانت خطيره من لعيبه صحم من فادي الى محسن جوهر وتروح سهله حظا على لاعب حارس فريق الطليعه سهيل الثويني. ابراهيم الان المحترف القيني صاحب الهدف في المباراه الى سي. هذه الكره على طول حصلها للاعب خليل الكحالي المسلمي على طول لزميل الغساني لسمير البريكي وبينيه وسريعه على طول يحصلها، هذه ممكن يحصلها والطول عليه، الطول على محسن جوهر، كره كانت بينيه مرتده لمصلحه صحم، ولكن ايضا شوف التواجد من عزيز فايل عمل فيها شغل الكره الماضيه، وبالتالي الى ركله ركنيه الان لمصلحه صحم جالس يحاول، جالس يشتغل الان من خلال ايضا الدقائق القادمه، وبالتالي الطليعه مسكر عليه. هذه الكره الماضيه اللي كانت عن طريق اللاعب اللي واضح على الشاشه يوسف البرامي. نلعب على الدقيقه 38. الطليعه يتقدم بهدف. طليعه في المباراه الماضيه فاز على العروبه بهدف، صحم فاز في المباراه الماضيه على النصر بهدفين لا شيء، والطليعه عنده 22 نقطه، لو فاز 25. نفس الكلام ايضا ينطبق على الصحم اللي عنده 22 في هذه المباراه، والفوز ب6 نقاط لكل من الفريقين، على اعتبار انت تفوز على الطليعه او تفوز على الصحم مني تكسب 3 نقاط ومني يتاخر الفريق الخاسر اللي معاك. على طول يحصلها عزيز فايد. الطليعه يتقدم بهدف، والطليعه عنده 5 لعيبه مهمين ومؤثرين في هذه المباراه، لكن الطليعه سالم يوسف عمل بشغل حلو من خلال البدلاء اللي موجودين معاه. نفس الكلام ايضا لصحم اللي موجود يعقوب عبد الكريم، محمد اسماعيل، وعنده ايضا وليد الخالدي وحمد الشيادي. عموما بتلعب كره في وسط الملعب عن طريق اللاعب سمير البريكي. هذه كره بينيه جميله حصلها القساني، لكن اشتغل معاه خميس العلوي اللي في خطأ لمصلحة الصحم. هذا هو فادي، هذا هو اللاعب المحترف الفلسطيني فادي علي. جمهور الطليعة شغال، مسيندو الطليعة والرحماني والكازر شغال في هذه المباراة والزمار، وبالتالي أيضا مباراة مهمة للفريقين. الطليعة يريد أن يعبر هذه المباراة، وعند المباراة القادمة مع نادي عمان في الخوير في مسقط، والمباراة الأخيرة هنا على هذا الملعب مع نادي صلالة في ختام مبارياته حتى الآن ويتقدم بهدف. الأسبوع القادم يوم الخميس على هذا الملعب صور ومجيس، ومباراة ما راح تكون سهلة. صور عنده مباراة مع مجيس بالأمس، استطاع صور أن يقدم مباراة كبيرة وفاز على مجيس بهدفين لا شيء في مباراة باستاد السيف في المربع الذهبي، مؤهلة لدوري عمان موبايل 2011-2012. عبد الرحمن صالح والمصنعة أيضا تجاوز فنجة بهدف،
وهو الملعب طبعا ملعب المصنعة، لكن الاسبوع القادم ايضا يوم الجمعه فنجة والمصنعة ايضا على استاد السيب، لكن الملعب لمصلحه فنجة. عموما بتلعب مباريات فيها حسابات. الصور الان جالس يجهز نفسه ايضا احتفال كبير ايضا على هذا الملعب يوم الخميس على اعتبار تاهل لدوري عمان موبايل في حاله فوزه وتعادله، وايضا بعد ذلك راح يفكر في مباراه الدرع. عموما عبد العزيز فايل، هذه طبعا حسبه لكل فريق سواء للصور او للمجيز. عموما هذه كره اللعب يحصلها ويسدد فيليب البرازيلي تعتلي عارضه الصحم. هذا هو فيليب المحترف البرازيلي في صفوف الطليعه الموسم الثالث على التوالي. لاعب جيد، لاعب مراوغ، لاعب عنده امكانيات جميله جدا، لاعب عنده نزعه هجوميه وهداف البرازيلي فيليب. يعقوب ربيع ابو هامي حصلها الان في وسط الملعب، لاعب ايضا عنده امكانيات جميله جدا. هذه كره خطيره، كره يحطها جول، تصطد في العارضه، العارضه تقف بجانب الطليعه. الكره الماضيه محسن جوهر لعبها بطريقه جميله جدا، لعبها بطريقه الكبار، لكن العارضه لم تنصف محسن جوهر، نصفت الطليعه، كانت مع الطليعه مع ايضا حسين ثويني العارضه طلعويه وكانت مع الطليعه. شوف هذا اللاعب، لا والله هذا اللاعب هو اسعد المرزوقي اللي لعبها بطريقه جميله، لكن تروح ويروح هدف على صحم في الدقيقه 41 من زمن الشوط الاول. المباراه صعبه على الفريقين، والطليعه بدا بحسب الخطر، يريد ان يحرز هدف ثاني للاطمئنان. صحم خطير جدا، صحم عنده نزعه هجوميه سواء لعيبه الوسط او الهجوم. هذا الشلهوب السيسي على طول يحصلها، ولكن محمد مطر بيبعد الكره الخطره. في خطا لمصلحه الصحم على الطليعه على هذا اللاعب فيليب البرازيلي. والله الكره كانت خطيره، الكره الماضيه كرة اللاعب اسعد المرزوقي. هذا القساني جالس يحاول، القساني لاعب خطير، هذه كرة حطها بالراس، لكن الكرة إلى ركلة مرمى عن طريق اللاعب من اللاعب فادي علي، اللاعب الفلسطيني المحترف في صفوف نادي الصحم. شوف التواجد، عاملين عملية كماشة عليه الحقيقة. اللاعب اللي واضح على الشاشة مازن العلوي وعبد الرحمن صالح السهيل الثويني. الكرة الماضية كانت مع السهيل، الحقيقة السهيل الثويني أيضا كان طالع عن مرماه، وأسعد المرزوقي لعبها بطريقة كبيرة. هذا سيسي يكلم أيضا حكم المباراة على اعتبار أن الكرة ما فيها خطأ. عموما حكم المباراة هو من يتحدث عن الكرة الماضية، وهذه كرة خطرة لمصلحة صحم، في كرة خطيرة جدا. صحم هذه كرة، ولكن إلى ضربة مرمى، ركلة مرمى. لا، مباراة فيها كلام ثاني يا جماعة، مباراة ما راح تنتهي بهذه الشكل، ما راح تنتهي بالهدف، فيها أهداف سواء للطليعة أو لصحم. مباراة مفتوحة، مباراة فيها نزعة هجومية، مباراة لعيبة جالسين يشتغلون شغل حلو سواء من صحم أو من الطليعة. عبد الكاف يتحدث مع سالم العلوي، وخلاص على ساعتي، خلاص 45 دقيقة انتهت. نلعب على ساعة حكم المباراة أحمد الكاف، راح يشير الآن إلى عبد الله الراشدي. رايحين نشوف عبد الله الراشدي الحكم الرابع كم دقيقة من عمر الشوط الأول. والله مباراة سريعة، أعتقد من 3 دقائق إلى دقيقتين، ما هي أكثر والله أعلم، 2 أو 3 دقائق، لأن المباراة ما فيها السرعة، ما فيها توقف، مباراة كبيرة جدا. الطليعة والصحم في الجولة، ختام الجولة 20 هنا في دورينا، هنا في المجمع الرياضي في صور، هنا في هذا اللقاء الكبير. 22 نقطة لكل فريق، طليعة يتقدم بهدف، الصحم يتأخر بهدف، مباراة ما راح تكون سهلة. رايحين نشوف عبد الله الراشدي كم يشير على هذه الوقت المتبقي.
هذه كرة الآن حصلها على طول. شوف الكرة هذه محسن جوهر لأسعد المرزوقي، حصلها لفيليب. بدأ لعيبة الطليعة الآن يتراجعون أكثر على اعتبار أيضا فيها خطورة، وهذه كرة خطرة لكن سهيل والله حارس جيد. السيل الثويني بيكلم لعيبته، شوف الكرة الخطرة. نشوف كم دقيقة، دقيقة واحدة فعلا، لأن الوقت ما توقف أبدا، دقيقة واحدة فقط. وقت كان مباراة سريعة، والله حتى أنا استمتعت في الشوط الأول لأن مباراة سريعة، وحتى يعني اللعيبة أعطوني أن أتحدث بطلاقة وبحرية على اعتبار أن المباراة فيها جملة من الجمل الرائعة الجميلة جدا. يعني الصحم رغم الخسارة بيقدم مباراة كبيرة يا جماعة. هذه كرة شوف البينية ولكن ما فيها أي متابع. الطليعة متقدم بهدف لكن عنده تفاؤل، عنده نزعة على اعتبار يضيف هدف ثاني لضمان النتيجة، لكن هو يلعب مع فريق كبير. صحم والله صحم لو يلعب من بداية الدوري بهذا المستوى من الجولة الأولى كان والله عمره صعبة، يعني أعتقد فريق خطر. وفي هذه الأثناء أحبتنا الكرام متابعينا